عمركم طلعتوا 4 كيلو مشي عشان توصلوا لكنيسة فوق جبل؟ أنا عملتها وكنت هعيط في النص. زي ما انتم شايفين اهو كده. احنا المفروض بادئين من تحت خالص لو انتم شايفين وطالعين لفوق. ده مكان بيقولوا إن الفيو بتاعه هيخطفك، ودي حقيقة فعلا من أول خطوة، وأنا عارفة إنها رحلة مش هتتنسي. تعالوا أوريكم بدأت رحلتي إزاي. أهلا and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 13. اهلا، صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ده فيديو جديد هسجله كده لايف من غير اي فويس اوفر، والنهارده فيديو من فيديوهات جولاتي في بولونيا. هاخدكم ان شاء الله مكان انا برضه اول مره اروحه، مش هقول لكم عليه دلوقتي، انتوا ممكن تكونوا عرفتوه من الثامنين اللي بره، لكن مش هقول لكم عليه دلوقتي. بس انا متجهه دلوقتي ناحيه محطه الباص عشان ناخد الباص ونروح لاقرب محطه للمكان ده، ان هو بعيد شويه وعلى منطقه عاليه. ف خليكم معايا في الفيديو. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك في الفيديو. يلا بينا. احنا كده وصلنا محطة الباص اللي هناخده هو باص 94. احنا عايزين ننزل محطة ميلونشيلو اللي هي هنا دي، هي دي اقرب محطة للمكان اللي احنا رايحينه. فدلوقتي الساعة 10:15، الباص جاي 10:35. الباص وصل. يا جماعة محطة ميلونشيلو، احنا وصلنا هنا للمدخل اللي هنبدأ منه الرحلة بتاعتنا لسان لوكا. جينا من الشارع اللي هناك ده كده من ناحية بورتا ساراجوتسا. أقرب محطة من بورتا ساراجوتسا هي ميلونشيلو هنا، يعني هي البورتا دي هي أقرب حاجة لسان لوكا اللي احنا رايحينها. ده يا جماعة عرفتوا احنا رايحين فين؟ احنا رايحين كنيسة سان لوكا، أو اسمها الطويل سانتوريا ديل مادونا دي سان لوكا، اللي موجودة على مونتي ديلا جوارديا. دي عبارة عن قمة أو تلة صغيرة كده وعليها الكنيسة من فوق، وهنبدأ بقى رحلتنا من أول هناك كده. أشهر الحاجات هناك اللي هي جيلاتريا ميلونشيلو على اسم المحطة. الناس بتبدأ الرحلة من هنا كده، يا إما تاخد الجيلاتو بعد ما تخلص أو أول ما تبدأ. احنا هنبدأ من هنا يا جماعة. هنا بنتكلم عن اللي هي البورتيكوز بتاعت بولونيا، هي هتبدأ من هنا. ده أطول ممر بورتيكوز في العالم، 666 بورتيكو، أو اللي هي الأوبر دي على طول ما اعرفش كام، تقريبا 40 كيلو ولا حاجة. فهنا بيتكلم عن اليونسكو وإن هي محفوظة من اليونسكو. وهنا البوابة دي تقريبا اسمها بوابة سان لوكا، مش متأكدة بصراحة، بس هنبدأ هنا ونشوف رحلتنا هتودينا لإيه. بدأنا الممر الطويل هنا، ال 666 بورتيكو بتبدأ من هنا. واو. زي ما انتم شايفين اهو كده. احنا المفروض بادئين من تحت خالص لو انتم شايفين وطالعين لفوق. هي تعتبر اصلا الزياره دي كانها هايكنج، يعني الناس بتيجي هنا تجري تعمل هايكنج تطلع. ف نشوف بس ساعتنا هتوصلنا لايه، كام خطوه ان شاء الله. يلا بينا نكمل. شايفين يا جماعه الاستاد اهو كده لون احمر وازرق، ده لون اعلام فريق بولونيا. هبقى احط لكم صورته على الشاشه برضو عشان تعرفوه. ودي المدينه كلها من فوق. ودي هنا بوابه كده، انتوا شايفين بوابه ايه؟ بس خطيره.
هنا في كل حتة كده بيبقى فيه رسمة بتعبر عن حاجة تبعهم، وبيبقى فيها الشرح هنا بالإيطالي وبالإنجليش. عندنا كل ده، فاضل لنا لسه كل اللي هناك ده. الناس بتيجي، مش عارفة انتوا سامعيني ولا لا، بس الناس هنا بتيجي يا إما ماشي يا إما بالعربية يا إما بالقطر السياحي ده. هنا بقى الحته بصوا بدات تبقى تعلى اكتر كده، تبقى منحدره. الساعه برضو مكمله معانا، خلينا نشوف هنوصل لايه ان شاء الله. يلا بينا نكمل. سبحان الله، منظر خطير. شوف دي كل المدينة وهنا الهضبة اللي احنا عليها. شايفين يا جماعة تقريبا دي 44، هي في كل حتة. فين الثانية؟ هنا بصوا اهو، في هنا فوق كل حتة عمالة تمشي. مش عارفة ايه ده. بدأت الملامح بتاعت الكنيسة تبان. احنا استوعبنا دلوقتي يا جماعة ان الارقام دي هي رقم القبات دي. مش قلت لكم ان هي هم 666؟ فاحنا وصلنا دلوقتي ل 614 وهنكمل بقى كده. احنا استوعبناها دلوقتي واحنا خلاص قربنا نوصل. يلا it's never too late. احنا قربنا نوصل، طلعنا كل الطريق ده لتحت وفاضل لنا الجزء ده بس. تقريبا يا جماعه باب اوبرا. المهم اللي شدنا يعني المقابر بتاعت الباب، بس انا عايزين بس كده تحسوا ايه كتي 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 كتي. المفروض دي بقى ان شاء الله السلالم الاخيره قبل ما نوصل، ويوصلنا للبورتيكو 635. المفروض يا جماعه ان ده اخر بورتيكو، بس زي ما انتم شايفين هو في صيانه فالارقام مش باينه. بقالنا كذا مثلا اخر 10 ولا حاجه، ولكن احنا وصلنا كنيسه سان لوكا. هناك بقى باقي التلال والهضاب بتاعت المدينة. هي الكنيسة هنا أعلى حاجة في الهضبة دي. احنا هنطلع بقى من هنا كده نشوف بقى هنوصل لفين هنا. وصلنا هنا للمدخل، ندخل بقى نشوف الكنيسة عاملة ازاي من جوه. دخلنا الكنيسة يا جماعة، بس مش هينفع اتكلم بصوت عالي.
جزء هنا سوفينيرز كده، اي حاجه ليها علاقه بالكنيسه. هي دي الكنيسه يا جماعه، ده السنتر، الابراج. الكنيسه ما قلتلكوش، الكنيسه بتنور بالليل، بتبقى شكلها كده، بيبقى شكلها خطير طبعا. هي ده شكلها بالليل، ده واضح ان هي قديمه. ودي البورتيكوز اهي اللي احنا مشينا فيها. بصوا يا جماعه بولونيا كلها. وزي ما في كل حته في بولونيا في ميه كده لاي حد عشان نملي ازاز الميه، لان الجو حر طبعا والمشوار كان طويل. بس يا جماعه هو المكان عباره عن كده، عباره عن الكنيسه، وان انتوا تشوفوا فيو بولونيا، وطبعا البورتيكوز اللي احنا عدينا عليها. طبعا ممكن تيجوا المكان بالليل، مش عارفه الكنيسه بتبقى جوه مفتوحه ولا لا، بس عشان بتبقى الاضاءه شغاله فبيبقى شكلها حلو. بس احنا قررنا ان احنا نيجي الصبح كده، بحيث ان احنا نلحق التجربه كلها من الصبح، عشان حتى نشوف فيو المدينه كله. بصوا يا جماعه، هو ده برضو مدخل تاني بيجيب على الكنيسه. احنا جينا من هنا من البورتيكوز، بس ده مدخل تاني ما فيهوش اي حاجه تبع اللي هي البورتيكوز او البوابات، ف you will lose the full experience. لازم تيجوا من هنا. ده شكلها بالمدخل التاني، تحفه. احنا كده خلصنا الجوله وراجعين تاني نفس المشوار عشان ما نفوتش بس اللقطه. احنا كان ممكن ننزل من المدخل التاني اللي وريته لكم، بس هنرجع لا هنا تاني عشان برضو نشوف البورتيكوز ونشوف المناظر تاني من اول. رحله النزول نفس مشوار الصعود اللي طلعناه. يلا نكمل. لغايه دلوقتي الساعه مسجله 5000 خطوه، كنت فاكره انه اكتر، بس حلو قوي الحمد لله يعني. نشوف بقى لغايه ما ننزل تحت هنوصل لكام. باي باي سان لوكا. احنا بقالنا ساعة يا جماعة بندور على البرج اهو، شايفينه؟ هو ده. ما كناش شايفينه من فوق لان هو في الناحية هنا اليمين، واحنا كنا فوق شمال خالص، فهو ده البرج، ده السنتر بالظبط. كده وصلنا للاستاد هنا، وقدامنا تقريبا ممكن اكتر من نص الطريق يعني. ده اللي احنا واصلينه لغاية دلوقتي. تليفوني قرب يفصل شحن، بس لازم اخر خطوه ناكل ايس كريم ان شاء الله. وبعدين والله grazie. بس يا جماعه انا خدت ده الايس كريم، معلش مش عارفه اصور. خدت شوكليت وكافيه كده في كوبايه، ودي احلى حاجه دي اختم بيها اليوم. واكيد اليوم مش هيكمل من غير ما اوثق رحلتي في دفتر الرسم، فيلا بينا نرسم سان لوكا. بس كده يا جماعة، هي دي رسمتي لسان لوكا. اللقطة دي أنا أصلا كنت مصوراها في الفيديو، فبرضه هحطها لكم عشان تشوفوا الريفرنس. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس تقولوا لي إيه رأيكم. بس كده يا جماعة، دي كانت رحلتي لسان لوكا والتوثيق بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وقولوا لي لو انتوا حابين النوع ده من الفيديوهات، اكتبوا لي في الكومنتس عشان أعمل لكم جولات في بولونيا على طول. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تفعلوا زر الجرس، وسبسكرايب للشانل لو مش عاملين سبسكرايب. اشوفكم الفيديوهات الجايه. تشاو.